السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اسلام. النهارده بقى معايا مقارنة من اجمل التليفونات واقوى تليفونات في الفئة الاقتصادية، السامسونج A35 وريلمي 12 بلس. التليفونات دي مشهورة جدا والتليفونات دي محبوبة جدا. هل بقى دي حقيقي ان التليفونات دي من اقوى التليفونات في التصوير؟ وهل فعلا التليفونات ديت اشيك التليفونات في الفئة ديت؟ طب انا لو شريت واحد منهم، ايه هي العيوب اللي هتكون في التليفون دوت؟ وايه هي المميزات اللي انا همسكها لو شريت تليفون من دوت؟ النهارده بقى انا هجاوبك على الاسئله دي كلها. زي كل فيديو بقى متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتدعموني، واللي عنده اي مقارنه للتليفونات يقولها لي في الكومنتات. متنسوش تدعوا لاخواتنا بالفرج القريب، يا رب يفرج عنهم. ندخل بقى في التصميم بتاع شركة سامسونج. جاي الفريم حاد شوية، ومن عند الزرار اللي بتعلي وتوطي الصوت عالي كده ودي بكيرف، والفريم من البلاستيك والظهر من الازاز. وبصراحة شيك جدا التليفون ورايق كده ودي، والناس اللي هي بتحب التليفونات الهادية. التليفون سمكه 8.2 ملم والوزن بتاعه 209 جرام، اتقل شويه من شركه ريلمي بقى التصميم جاي شيك برضو، بس شكله مختلف جدا في الفئه ديت، عشان التصميم دوت جاي من شركه رولكس بتاع الساعات المشهوره. وجاي في الكاميرات جاي بدايره كده اهو، شكلها بصراحه لناس شكلها حلو، وجاي الظهر مقسوم بخط كده اهو. وبصراحه التليفون شكله شيك، والظهر جاي من الجلد والفريم جاي من البلاستيك وحاد جدا. والسمك بتاعه هيكون 7.9 ملم، والوزن بتاعه هيكون 190 جرام، اخف من سامسونج. والجهاز معاه معيارية IP54، ودي معيارية بتقاوم رذاذ الماء. حاجة كده ودي لو التليفون جه عليه نقطتين مية كده ودي، على الخلاف من سامسونج جايب معيارية IP67، ودي معيارية كويسة اعلى، بتنزل بيها الحمام السباحة وبتقعد بيها نص ساعة تحت المية وعمق متر، وانا منصحش ان انت تنزل بيه اصلا في المية. ندخل بقى في الشاشة في التليفونين من اقوى الشاشات في الفئة ديت. شاشة سامسونج سوبر اموليد 120 هرتز 10، والمقاس 6.6 انش و1000 نت. السطوع بصراحة كويس فيها، بس اقل من شركة ريلمي. التليفون جاي اموليد 120 هرتز، يدعم ال HDR10 بلس، والسطوع هنا 2000 نت. بصراحة السطوع هنا قوي بصراحة وحلو في اشعة الشمس، ودي ميزة. والتليفونين فول اتش دي. والتليفون بتاع شركة سامسونج عليه طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس، وبصراحة دي أقوى حماية في الفئة ديت. بالنسبة بقى لشركة ريلمي، الشركة ما صرحتش عن أي طبقة حماية على الشاشة، ودي نقطة ضعف في التليفون. ندخل بقى في نظام التشغيل. الاتنين نازلين بأحدث نظام على التليفونات، أندرويد 14، وأحدث واجهات من كل شركة. ننتقل بقى المعالج في شركة سامسونج جاي اكزينوس 1380، تصنيع 5 نانو، بيشغل بابجي على 60 فريم، وبصراحة كويس في الفئة ديت، مش وحش ومش هيزعلك في المهام اليومية. هو مش افضل حاجة بس بصراحة كويس. شركة ريلمي جاية بدايمنستي 7050، تصنيع 6 نانو، وبرضه بيشغل بابجي على 60 فريم. وفي شفت له فيديوهات بيشغل بابجي على اقل من كده. بس التليفونين حلوين في الالعاب وكويسين، مش هيزعلوك. بس اللي في سامسونج اعلى حاجات بسيطه. ندخل بقى على مساحه التخزين والرامات. في التليفونات الاتنين جايين برامات 6 جيجا و8 جيجا، وشركه ريلمي جايه نازله ب 12 جيجا رام، وفي مناطق نازل فيها شركه سامسونج ب 12 جيجا رام. ومساحه التخزين في الاتنين 128 و256، بس في شركه ريلمي نازل ب 512، والاتنين بيركب لهم كارت ذاكره خارجي، ودي حاجه حلوه. ندخل بقى في الكاميرات في الاتنين بصراحه حلوه جدا وقريبين من بعض. في شركه سامسونج هيكون 50 ميجا بكسل مع OIS مثبت بصري، دي حاجه حلوه. الالترا وايد 8 ميجا بكسل
والمايكرو 5 ميجا بكسل. شركة ريلمي بقى برضو 3 كاميرات، هم شكلهم 4 بس في واحدة فيهم مش كاميرا، شكل بس. برضو 50 ميجا بكسل مع او اي اس، والالترا وايد 8 ميجا بكسل، والمايكرو هنا اقل 2 ميجا بكسل، ومش فارقه 2 من 5. في اغلب الناس مش بتشغل الكاميرا دي اصلا، وفي ناس اصلا ما تعرفش فايدتها. الكاميرا الاماميه بقى 13 ميجا بكسل في السامسونج، وفي الريلمي 16 ميجا بكسل. تسجيل الفيديو بقى نازل في شركه سامسونج 4K الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. في شركه ريلمي نازل الكاميرا الاماميه بتصور، نازل الكاميرا الخلفيه بتصور 4K، الكاميرا الاماميه بتصور 1080 بس. المفروض الصراحه تصور 4K، ده ال 13 ميجا بتصور 4K. ندخل بقى في السماعات. التليفونين جايين بسماعات ستيريو سبيكر، وبصراحه حاجه حلوه في الفئه ديت ان التليفونات نازله بستيريو سبيكر. مدخل السماعات 3.5 في شركه سامسونج، مفيش مدخل السماعات 3.5 في شركه ريلمي موجوده، ودي نقطه تحتسب لها الصراحه، عشان في الفئه ديت الواحد مش بيبقى قادر يشتري سماعه وايرلس. ال NFC موجود في الاثنين، والبصمه موجوده تحت الشاشه في التليفونين، بس في شركه ريلمي هتكون اسرع من شركه سامسونج. هي شركه سامسونج اصلا متاخره في البصمات في الفئه ديت، ومتاخره اصلا في الشواحن. وعلى ذكر الشواحن ندخل في البطاريه 5000 في الاثنين، ودي حاجه كويسه جدا. وسامسونج نازل بشاحن 25 واط ومش موجود في العلبه، وتعبنا من قلنا ان احنا عايزين نزود سرعه الشاحن، ومفيش شحن وايرلس. شركه ريلمي بقى بصراحه عامله عظمه، التليفون جاي بشاحن 67 واط ونازل مع التليفون، ودي حاجه كويسه في الفئه ديت، وكمان جاي مع جراب. يعني بصراحه شركه ريلمي ظبط التليفون. انا بقى كده خلصت كلامي بصراحه. انت لو وصلت لحد دلوقتي بجد انت بطل. سلام.